رساله لكل طالب مخنوق من المذاكره ومش عايز يذاكر، اسمعني بالله عليك وانا بحلفك تسمعني في الدقيقه ديت، مش هطول عليك. عارف يوم ما تيجي النتيجه تبان هتلاقي صحابك اللي انت كنت ماشي معاهم كده اهو قاعدين في قعدات كده راميين كلام غلاوي اصفر هيبان في القعده، هتلاقي اللي بيغيظك وبيجيبها بهزار ان انا بهزر معاه، هتلاقي كلام يسم البدن وتحت مسمى الهزار. والله العظيم هتشوف كميه غل وصفار وسواد منهم، يعني مش هتتخيل اللي هيتقال. ليه نزنق نفسنا؟ ما نقوم يا عم ونذاكر ونشد حيلنا، ليه نخلي ناس ما لهمش لازمه يشمتوا فينا؟ انا صحابنا دلوقتي اللي كانوا معايا واحنا ايام الدراسه اللي تفوق وصل لمكانه عاليه دلوقتي ما شاء الله راكب عربيه في برستيج معين، راتب محترم، عيشه كويسه. وناس صحابنا تانيين بيطلعوا كل يوم اشوفهم بدري الساعه 6 و7 شايلين العده بتاعتهم ورايحين يشتغلوا تعبانين وشقيانين، ربنا يعينهم ويقوي كل واحد. بس ده اختار طريق وده اختار طريق، كان في ايده وعارف اللي بيمشي راكب عربيه ده كان مع اللي شايل عده في نفس الديسك وبيقابله النهارده والله يعوج رقبته ويعمل ما يعرفوش. هتشوف الكلام ده وانت في ايدك الاختيار، قوم وذاكر وشد حيلك. اللي بيضيع من ايده التعليم هيكسب ايه؟ انت بتيجي اخر الشهر وتقول لي باباك انا عاوز فلوس الدرس، اقسم بالله انت ما تعرف هو جايبها منين. تخيل كده انت تنفع في التعليم، اعوذ بالله يا اخي. تخيل كده تنفع كده وتبقى حاجه عظيمه، فباباك يحبك، ايه القرف ده؟ فامك تحبك، ايه؟ وحتى المدرس يبقى فخور بيك، يا وابقى في وسط زمايلي مميز، لا مش الكلام ده. وكمان سنه او كمان 5 سنين المدرس يقول ده انا كان عندي الدكتور الفلاني او الطالب الفلاني كان عندي، ايه القرف دي؟ لا حاجه وحشه. ليه ده مميز وجميل؟ لا انت مش وش الكلام ده. انت هتروح تزعق في البيت وما بتذاكرش، امك قرفانه منك والجيران زهقانين من خلقتك ومن زيقك، عرفوا انك كل يوم بتتضرب بالشبشب، ده حاجه جميله. والمدرس كل حصه يضربك، الله في عيشه اجمل من كده. اقول لك على حاجه، بص على زمايلك اللي حواليك. بقالي كام سنه مدرس، دايما الطالب الشاطر محترم ومتدين، ما اتغيرتش وعمرها ما اتغيرت. عمري ما شفت عيل بتاع حوارات او بنت بتاعت مشاكل وشاطره، عمرها ما حصلت. ليه؟ دماغه فاضيه من الهطل ده. هو فاضل حاجه واحده بس اسمها، فانت تلاقيه مميز في العلم ده. عمرك شفت انت حد قبل كده من زمايلك طلع عليك اول في سنه من السنين وكان صايع قوي؟ شفتها؟ اللي شافها يقول لي ما تتكسفش. مش هتلاقيها. ليه؟ عالم شاطر جدا ومجتهد جدا يتقال عليه عالم يعني، وفي نفس الوقت مؤدب ومحترم. الله، حاجه منوره. ليه؟ اصلا وانا بكلمك دلوقتي في 2 3 جم في دماغك، في واحده جت في دماغك صح؟ ما تقولش لا، ما تحورش، ما تقولش لا. في حد جه في دماغك؟ مش لاقي؟ كل زمايلك زفت؟ جحيزني. انا عاوز اعرف بجد، اللي بيضيع من ايده التعليم هيكسب ايه؟ والله العظيم انا عاوز اعرف حاجه بجد والله. انت قدامك دلوقتي اب بيدفع فلوس، ام ليل ونهار ماشيه وراك تقول لك ذاكر، مدرس كل حصه عمال ينصح فيك، معاك كشكولك، معاك كتابك، لابس هدوم نظيفه ونازل دروسك. ليه ما بتذاكرش؟ ليه ما بتهتمش بالتعليم؟ ليه ما بتحبوش؟ ليه ما بتفكرش تبقى مبدع؟ لا ما بتفكرش تبقى غريب، تبقى حاجه ليه؟ لا زميلتي عندها حوار لازم اسمعه. زميلتي كانت مشاكله مع الاكس بتاعتها او الواد اللي مش مشاكله مع حد ولازم اسمع الحوار. ما ينفعش ما اسمعوش. ازاي ما اسمعوش؟ لازم اسمعه. ومش الحياه كلها اصحاب، صاحبتشي بالشين ضيع كل حاجه جميله يا عيني. فانت بتيجي اخر الشهر وتقول لي باباك انا عاوز فلوس الدرس، اقسم بالله انت ما تعرف هو جايبها منين، ولا سهر فيها قد ايه، ولا استلفها ولا ما استلف، عشان ما حدش بره من السكرتير يوقفك ويقول لك فين فلوس الدرس وارجع، او ما ترجعش باباك يبقى خايف على شعورك. خد فلوس الدرس. ايه خدت فلوس الدرس ودفعتها انت حيوان، ذاكر بقى. لا، اولياء الامور بتتمرمط عشان تعيشك عيشه حلوه. ولي الامر ممكن ما ياكلش وياكلك انت، ممكن اولياء امور ما تلبس، تحطش لبس على جسمها وجيب لك انت. نعرف اولياء امور اب بقاله سنين ما جابش نفسه لبس وبنته احدث لبس لابساه. طب ما دي فلوسه هو، وهو اللي بيتعب عشان الفلوس دي. المشكله ان انت ما بتقدرش، انت مش مقدر ان الراجل ده بيتعب عشانك، ودي اصعب حاجه. انت فاكر ان ده حق مكتسب، ولا انا حق مكتسب انا المفروض تعمل لي كده. حبيبي ده مش حق مكتسب ولا حاجه. في ناس عايشه اقل منك كتير قوي. في بنات اتولدت كده لقيت نفسها مرميه في الزباله ومرميه في الشارع، ما اتعلمتش حتى، ما بتاكلش وتشرب، ما فيش. مش انا لوحدي، ما انا لوحدي اللي ما ذاكرتش، ما كله ما ذاكرش. المنبه اصلا اتكلم جنبه هيشيله ويرزعه في الحيطه. الطالب بتاع ثالثه ثانوي قبل شهر 10 حاجه وبعد شهر 10 حاجه ثانيه، وشهر 10 خلص انت في الحاجه الثانيه. انت عارف انا مدرس والله، في ازمه في حياتي مواجهاني اسمها التليفون ده.
اقسم بالله ازمه في حياتي مضيعه لي وقت، وانا مدرس انا ما خلاص انا استقريت على حياتي. حتى لو انا ماسك التليفون فشغلي كله ان انا اتفرج ازاي اسوق لنفسي، ازاي خلاص شغلي كله مدرس. باقي لي بس حبه حاجات في الشغل شطاره. اما انت لسه ما تعرفش مستقبلك فين والتليفون دايس على وشك. انت بتسمع فيديو بتقوم مركز في الفيديو ده، يقوم واخد تركيزك كله في الفيديو، تخلص تخش الفيديو تاني الله فتركز وتنبهر، وعاوز تخلص بعد كميه التركيز دي كلها على كل الفيديوهات سواء تيك توك سواء انستجرام وقالب الدنيا. وبعدين تيجي مره واحده تقول لي انا عاوز اذاكر، فتمسك الكتاب تقوم عامل كده. بص انا هصحى الصبح الساعه 7 لا 6 اذاكر، هصحى الصبح الساعه 6 اذاكر، والمنبه يصحيه او صحيه ايه، هو لو المنبه اصلا اتكلم جنبه هيشيله ويرزعه في الحيطه، ينام للساعه 12 فيحس بتأنيب ضمير لحد ما يقابل صاحبه محمد جلال او محمد عماد. اول ما محمد عماد يقول له والله انا ما ذاكرتش انا كمان، يحس بالالفه، احنا الاثنين فشله زي بعض. الانسان كده انت عارف لو انت في بيئه، البيئه اللي حواليك دي كلها الناس اللي حواليك كلهم شطار وانت فاشل هتزعل على نفسك فهتذاكر. اما لو انت كلهم فشله فانت عمرك ما هتزعل ان انت فاشل، حاسس ان انت طبيعي. ما هي ثالثه ثانوي مزعله الناس كلها، يعني مش انا لوحدي، ما انا لوحدي اللي ما ذاكرتش، ما كله ما ذاكرش، فيتوهم فعله انه هيغش. يجي يبص يلاقي واحد تاني من اصحابه ركب صاروخ مذاكره في اخر السنه بقى هو مجموعه في التسعينات وحموكشه واصحابه في الستينات، تلاقي الدنيا ضايعه خالص معاك. لو ما لحقتش تغير من نفسك وحياه ربنا هتبقى ندمان. يا جماعه العيال بتوع ثالثه ثانوي اللي كانوا بيصيحوا السنه اللي فاتت اللي هم عمالين يعيطوا قلبنا حزن وقلبنا مناحه، الوقت في الكليه متمرمطين، هو نفسه في حاجه واحده بس، رجعني ثالثه ثانوي تاني اذاكر شويه. ده انا فرق بيني وبين علوم نص درجه، فرق بيني وبين طب 3 4 درجات، 3 4 درجات ب3 4 ساعات مذاكره او بيومين مذاكره او بشهر مذاكره، الدنيا كانت هتتغير خالص. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.